رمز من رموز نادي طنطا، وقيمة من قيمات نادي طنطا، واسم كبير في نادي طنطا، في مدينة طنطا. دكتور فتحي سليم، برحب بحضرتك الأول، وشرف لينا أنا موجود معاك. اهلا بيك كابتن سعد، والشرف لينا. وما اتكلم عليك اتكلم على علام القدير، متميز مهنيا ومتميز خلقيا، محب للنادي وعاشق للنادي، داعم للنادي، داعم للفريق في كل الاوقات. اهلا بيك ومرحبا في بيتك. أدخل على طول. اتفضل. ومن حق الناس تزعل عشان إحنا مش الأول. شيء طبيعي، لان الطموح بتاع النادي الغيره، تزعل غيره او حب للنادي، وبتتمنى للنادي ان هو يكون في اعلى مكان. فالزعل ده نتيجه الحب والغيره للنادي، وعارفه قيمه النادي كويس، وعارفه قيمه الجهاز الفني اللي عندها كويس، وعارفه قيمه اللعيبه. و فمن هنا بيجي الزعل. هو نفسه يكسب كل شيء، ونفسه يبقى الاول على طول، وده شيء طبيعي وحق شرعي ليه. واحنا نفسنا جهاز ولاعيبه واداره نقدم كل حاجه ليه، ونحط النادي في المكان الطبيعي، ونحقق له كل حاجه، لان هو الناس دي هي السند، وهي السند للفريق، وهي اللي بتتابع الفريق، وهي محبه وعاشقه للفريق. وإحنا نمشي الأول. الاول انت بتتكلم، احنا نتمنى الاول، لكن انت عليك تتكلم في معطيات بتاثر عليك مش احنا. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، طب ليه الفرق التانية اللي عندها امكانيات عاليه كمان بتنافس منافس زينا مش الاول؟ هي كره القدم كده. عليه لازم المالية مؤثر. ده انا عايز اقول لسيادتك ان لسه المسابقه ما انتهتش، وانت بتتعرض لمراحل، بتتعرض لقرارات، بتتعرض لاصابات لعيبه، بتتعرض ل... لمنحنيات صعود وهبوط في مستوى اللعيبه. انت ما بتلعبش لوحدك في الملعب، انت ما بتلعبش فرق مقيده بالحديد. في قرارات بتاثر عليك، سواء من اللعيبه، سواء من الحكم، سواء من الخصم، سواء هناك معطيات كتير بتاثر عليك. فمن هنا مش انت لوحدك الذي تتحكم في تحديد المركز، مجموعة عوامل بتشاركك بس في 10 تحديد نقط. المركز. معلش معلش، المسابقة لسه ما انتهتش. احنا كنا السنة اللي فاتت كنا بعيد نقطة. وبعيد، وبعدين في نهاية المسابقة كنا بنلعب على المركز الأول بفرق نقطة. أنا عايز أوصل له إن مجموعة من المعطيات في كرة القدم هي اللي بتتحكم في تحديد المراكز المتقدمه، في تحديد نتيجه المباراه، في تحديد حاجات كتير. الماتشات اللي جاية أصعب من اللي فاتت، مع الفرق اللي بتنافس فوق. يعني أتكلم في المحلة، أتكلم في مكادي، أتكلم في وي، أتكلم في أسوان، لفينا. وإحنا هنعمل إيه؟ كل الماتشات بالنسبه لنا كانتش ماتشات سهله. انت النهارده تلعب فرقه ترتيبها الاخير، ممكن تنافس وتضيع بطوله من فرقه في المركز الاول. انت النهارده مفيش ماتش سهل ومفيش ماتش صعب. كل المباريات عندنا على مستوى واحد، بتاخد نفس الاهتمام، لان كل فرقه لها طموح. اللي تحت مش عايز ينزل، واللي فوق عايز يصعد، واللي في النص عايز يصعد ومش عايز ينزل. فانت النهارده بتلعب مع كل الفرق اللي لها طموح، وانت عندك طموح تحققه، والفرق التانية عندها طموح، فاحنا متساويين في الدوافع والاهداف. لكن في متغيرات هي اللي بتاثر على كل الكلام ده كله. طب واحنا ليه دايما بنقول لك نمشي على سطر ونسيب سطر؟ نتعادل نكسب نتغلب، نتعادل نكسب نتغلب، نكسب نتغلب. هو ليه مش عارفين احنا بقيمتنا، بملعبنا، بكل حاجه في نادي طنطا، مش عارفين ناخد 6 بونت ورا بعض، 9 بونت ورا بعض؟ ايه؟ هرجع اقول لحضرتك على حاجه. انت في عندك 3 حاجات في الكوره: فوز، تعادل، وخساره. عليك ان تؤمن في ال3، وتحديد ال3 دول مش عشان انت نادي طنطا وعشان انت رقم واحد في كل حاجه، لا. انت ممكن تكون رقم واحد في كل حاجه، في الامكانيات الماديه وفي اللعيبه وفي الجهاز الفني، في كل حاجه انت راجل، يعني انت ليفربول. ولكن ظروف المباريات 90 دقيقه بتاعتك بتاثر عليك، ظروف الفرق التانيه مع بعضها بتاثر عليك. انت مش لوحدك، انت ما بتلعبش لوحدك، هذا متحدد على مجموعه عوامل. لكن انت عايز تقول لي انا ليه ما بقاش الاول على طول؟ ليه ما بقاش الاول؟ انا بتعرض لبعض المواقف، بعض الاصابات الخارجه عن ارادتي، قرارات حكام بالطرد بتاثر على ارادتي، بالايقاف بتاثر عليا، بتاثر حاجات كتير بتاثر.
عليا من داخلي انا، هي ليس لي الدرجة يد فيها. الدرجة التانية اللي بياخد 9 بونت ورا بعض بيروح في حتة تانية. احنا ليه مش عارفين ناخد ال9 بونت؟ الدرجة التانية اللي بياخد 9 بونت بيروح في حتة تانية خالص. يعني 9 بونت ورا بعض بيودوك في حتة تانية خالص. طيب انا هسالك سؤال. صح ولا غلط؟ انا هعيد، انا بتفق معاك، لكن هعيد نفس السؤال واسال نفسي واسال كل المستمعين: كم فرقه خدت 9 بونت مع بعض؟ مفيش. فانا واحد من ضمن هذه. ليه بقى من ضمن هذه الفرق، من ضمن الفرق اللي بتدي 9 بونت لوحديها؟ لان في مؤثرات بتاثر زي ما قلت سيادتك. مش انا لوحدي في المساحه، لكن هل انا مش عايز؟ عايز. انا ما اقدرش؟ اقدر. طب تقدر ليه؟ لان انا عندي جهاز كويس فني على المستوى عالي، قياده الكابتن عمرو الخلوق المتميز، الجهاز المعاون على مستوى عالي جدا، اداره النادي داعمه، جماهير داعمه، لعيبه مع الفرقه مسانده وبتلعب بروح عاليه جدا. الكل بيسعى تحقيق هذا الهدف. فمن حقنا نسال، ومن حقك تسال السؤال، ومن حق الجماهير تسال اذا كانت كل هذه المعطيات عندنا. لكن هناك عامل تاني قلت: هناك الآخرين بيتحكموا في هذا تحديد هذا المركز وفي النتائج. احنا رايحين في يناير. هو لا يجوز الإسفاء عن أي مفاوضات، ده يعني أمر الشيء المتبع، أنا معاك في سؤال الوجيه، بس مع حفظ التحفظ في بعض الأشياء. الشيء المتبع في الفرق، وده نظام قائم وإحنا جزء من هذا النظام، إن الفرق بيتم التدعيم بلعيبة، وده قرار اتخذه الجهاز الفني بتدعيم من اللعيبة تساند الفرقة. ايه اسباب هذا القرار؟ اصابات اللي حصلت عندي، بتبعد عندي لعيب واثنين وثلاثة متميزين. طب هل ده اما بدعم، هل اللعيبة عندي مش قادرة؟ اللعيبة الموجودة مش كفء؟ لا، اللعيبة كفء، ولكن انا محتاج بديل ومحتاج احتياطي، ومحتاج اعمل حسابات المتغيرات اللي جايه والمواقف اللي جايه والاصابات اللي جايه اللي انا ما اعرفهاش. فانا فرقه الكوره مش 11 لعيب، بقول لك كانوش عملوا القايمه 30 لعيب كده. هل تم وضع الخطة المطلوبة للاعبين اللي احنا عاوزينها في قلب الملاعب؟ احنا بقينا عارفين عايزين مين؟ شيء طبيعي. طول المدير الفني الكابتن عمرو متكلم معايا وبنتكلم. تم تحديد المراكز؟ اكيد. ده سؤال، احنا خلاص داخلين على يناير، كل ده لازم نستعد، لازم نخطط صح، وبدأنا فعلا وتم النقاش في هذا الموضوع وماشيين بالخطوات الشرعية. يعني إذا من الجهاز وهكمل لحضرتك، ولجنة الكرة هنقعد معاها برئاسة فايز بيه عريبي رئيس النادي، والأستاذ محمد أبو فريخة، والدكتور مستشار أحمد، والمستشار محمد بيه صدقي، والدكتور أحمد شمس. كل هذه الأمور معروضة عليهم بخطوات ثابته بيتم مناقشتها وتوفير كل متطلباتها، عشان الدعم ده شيء طبيعي موجود في جميع الانديه وضروري. وهذا الدعم لا يقلل من اللعيبه الموجوده. لا، يعني خلينا نقول ان الفريق الاول والجهاز الفني للفريق الاول نادي طنطا عارف هو عاوز ايه وحدد الاماكن اللي هو عايزها. اكيد ده شيء تم دراسته وتم تحديده مسبقا، ماشي في الخطوات الشرعيه بتاعته. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه: مش معنى ان انت حددت اللعيبه اللي انت عايزها، مش معناه، هقول لفظ كده، انا بجيب اللعيبه، عايز لعيبه بوصفات معينه تساندني، عايز لعيبه عايزه امكانيات ماديه. مش انا سوري في اللفظ، اللعيب ده مش موجود في سوبر ماركت على الرف كده همد ايدي واجيبه. يحتاج مفاوضات، يحتاج تحديد، يحتاج معايير، تحديد مواهب ماليه، يحتاج يكون في اماكن في القايمه موجوده، يحتاج استبدال، يحتاج حاجات كتير، مش مجرد كلمه بتتقال. القايمه في نادي طنطا فيها مكان فاضي كام لعيب؟ القايمه فيها اماكن ل3 لعيبه وتقدر تاني، لكن انت بتحكمك حاجات. هل في لعيبه مصابين؟ عندي لعيبه مصابين مش هتقدر تكمل بقيه الموسم. هل هناك اصابات متكرره؟ فالنهارده كل لعيبه واداره وجهاز فني بيسعى الى تحقيق الهدف بكل العوامل اللي تتطلب ذلك. لجنه الكره، مش الكلام من زي ما حضرتك اتفضلت وقلت
الصديقي والدكتور احمد شمس دورها ايه مع المجلس؟ وهل تم مفاوضات بعد اللعيبه؟ دورها ايه مع الجهاز الفني؟ وهل تم المفاوضات ولا لسه؟ دور في توافق بين لجنه الكوره والجهاز الفني. لجنه الكوره زي ما قلت سيادتك مكونه وانا عضو في هذه اللجنه. في توافق بين لجنه الكوره والجهاز الفني. كل منظومه واحده، كره القدم منظومه واحده، واحنا عندنا سيستم في النادي ماشيين عليه. في توافق بيننا بين لجنه الكوره والجهاز. ولجنه الكوره هي المنوطه بتوفير كل المنوطه بطريقه مباشره لتوفير كل احتياجات الفريق الاول بالتنسيق مع سيد المدير الفني في ضوء الامكانيات المتاحه، وبتسعى جاهدا لتوفير كل شيء في استطاعتها تقدر تقدمه الفريق الاول، لاننا الهدف واحد. وارجع اقول هي منظومه كره القدم مجموعه عناصر عاوزين متكونه منها. نطمن الاول، هي طنطا ان شاء الله من ضمن العشره؟ باذن الله. ده مش ده انا ده يعني باذنك يا رب، باذنك يا رب. هدف الكبير ان احنا زي ما عملنا السنه اللي فاتت ان احنا نصعد. احنا جينا من بعيد السنه اللي فاتت. وجينا من بعيد، وعندنا قوه نثق في الجهاز الفني جدا والجهاز المعاون واللاعبين والجمهور المساند واداره النادي، ان احنا كلنا بنسعى تحقيق الهدف الاولاني اللي هو الهدف الكبير. ما زالنا المشوار طويل، وما زال هناك 10 مباريات تقدر تحدد لك كل شيء، وتقدر ربنا يوفقك وتحقق الهدف زي ما حضرتك قلت. فضلت قلت السنه اللي فاتت جينا من تحت بارادتنا، بالتعاون، بالتوافق ما بيننا، بالمسانده الكليه من جميع الاطراف، وقدرنا نوصل للبتاع. كل شيء، لا كره القدم ما فيهاش ما مستحيل. ينفعش الدكتور فتحي يكون معايا الا لما يوجه كلمه لجمهور طنطا ويطمن جمهور طنطا. انا بقول لجمهور طنطا العاشق المحب لناديه المرافق ليه في كل المباريات المضحي دائما، انت جزء وليك دور وليك بصمات في مسانده الفريق طوال السنين الطويله الماضيه وفي الحاضر، واحنا بنقدرك وبنحترمك وبنقدر حبك وجهدك ومساندتك للفريق. انت جمهور محب عاشق، بتفهم كوره، بتكلمهم في كل المواقف، بتقف في عز المواقف بلاقيك بتشجع وبتنادي، ما بتاخدش مواقف وحشه قدام اللعيبه. عندك صوره المقابله، وتقدر انت ليك هدف واضح جدا ان انا جاي بس دوري اشجع، وده الهدف الكبير بتاعك وده اللي انت بتعمله. انت دورك توقف مع اللعيبه، وده الهدف اللي انت بتعمله مسانده الفريق. فعلا انت محب للنادي وبتيجي تساند الفريق في جميع المواقف، وده الدور الكبير اللي احنا عارفينه من دورك وبنقدره. وانت برضه ليك دور كبير، ولازم الواحد يشكرك على الهوا والناس كلها سمعانا انك غيرت حاجات كتير وقربت ناس كتيره، وما زلت بتحاول تقرب ناس كتيره حبا في النادي. انا ودي شهاده لازم نقولها قدام حضرتك والناس كلها سمعانا. انا بشكرك على هذه الشهاده، وده دوري وده فرض عليا ان انا اعمله. الخبرات الحمد لله فضل الله ونعمه، لدي من الخبرات الكافيه ان انا اؤدي ده بيكون في صالح النادي، واقدر اخذ القرارات السليمه في الوقت المناسب من خلال القنوات الشرعيه، سواء كانت من خلال الشرعيه قنوات شرعيه او من خلال اختصاصي، وكلها تدور في مصلحه النادي. النادي هو الهدف الاول والاخير، هو العشق، هو الذي بنحبه، هو العشق الاول والاخير لينا، وده هدفنا ان نقف معاه ونصعد ان شاء الله ونحقق المركز اللي احنا عايزين نحققه بالجهود الطيبه كلها. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، وانا سعيد ان انا كنت معاك، وانا بشكرك على هذه الاسئله اللي بتوضح للراي العام والجمهور والكل كل حاجه. حاجات كتيره كانت غايبه طرحتها باستفاضه، بمصداقيه، وبكل شفافيه طرحناها، بكل مرتبطه بالواقع ما يجب ان يكون وفقا لما هو قائم بالفعل. انا بشكرك كابتن سعد.